يا أخي قال لك شر البرية وما يضحك. ال- المؤسسة ظالمة أفرادها، يطلعوا في الميديا كلهم يقول لك ان احنا مهمشين، ويقول لك ان احنا مظلومين، جريحنا ما بيتعالج، وجريح الاتجاه الثاني يتعالج برا السودان. المسيرية يطلعوا يقول لك ان احنا مهمشين، السلامات مهمشين، البنو هلبة مهمشين، الفلاتة مهمشين. وتسأله هو ذاته طالع في الميديا بيقول يا الغاية ده نحن مظلومين ونحن تسأله هو ذاته بيقول لك احنا قضيتنا دي ضد الظلم وضد التهميش. يا اخي انت ذاتك مهمش، انت تابع لمؤسسة، مؤسسة أم التهميش. انت لو دار تحارب حارب مؤسستك نفسها، حارب مؤسستك نفسها. يا ناس الدعم السريع يا شباب اصحوا اوعوا وتخلوا عن الخرشة والحاجات اللي بتتناولها ده عشان الواحد عقله يرجع له ويعرف الصواب، يعرف الصواب. الموضوع ده بالمناسبة موضوع خطير، في بعض الناس بدأت توعى، بعض الناس بدأت تنتبه، بعض الناس كانت في سكرة فكت والما فكت منه البندقية حتفكها منه. والله والله العظيم تنضرب من حاضنتك، والله بقيت على باطل. الناس دي يوم الصحة حتنضرب من حاضنتك، زي السجمان اللي لسه بكورك ده اندق من حاضنته لأنه على باطل. والناس وعت مطبلاتي. لو الناس دار تحارب ضد الظلم وضد التهميش، ما في تهميش أكتر من آل دقلو. آل دقلو ده همشوا الوطن كله، همشوا السودان ودمروا البنية التحتية ورجعونا لزمن بعيد ورا. فإن كان في ضمير صاحي والناس خلت الترامادول والحاجات والخرشات دي وقعت واهتمت بوطنها، المفروض أي زول يخد بندقيته يمشي يشوف زراعته، اللي عنده زراعة، اللي عنده ثروة حيوانية، اللي عنده مجال تجاري يرجع مجاله. دي مؤسسة باطلة، من بني على باطل فهو باطل. انت لما قبيلتك تصحى وتحاربك تاني انت عايش لشنو يعني؟ خسرت الوطن وخسرت المواطنين وخسرت حاضنتك الاجتماعية ذاتها، وتجي تبكي وتقول أنا أتكلم عن بنو هلبة وأتكلم عن أي طلقة طلعت من البنو هلبة استهدف الضابط. ضابط على باطل يا أخي، يقتلوا أهله، يقتلوا أهله. أنا أحيي قبيلة البنو هلبة وأحيي كل أفراد البنو هلبة الواعيين العاقلين. باب التوبة ده مفاتح والحليم أواب. ندعو كل الشباب في بنو هلبة احتكام لصوت العقل والرجوع للوطن. واي باطل زي ده لقيته في اي تأبين بيتكلم بيطبل بيكسر في تلج دق وطلقه في راسه طوالي كلب.